حد في مصر مبسوط النهارده، قول لي حد في مصر شايف ان الدنيا جميله. ايه بقى؟ ابتدينا بقى الكلام بقى اللي هو عايزين نتوه الماتش. صلاح ما جه اتخانق في الاخر وما كانش عايز يطلع، ما حصلش. اصله كان امام عاشور متخانقين معاه وكانوا مقدمينه، ما حصلش. اي حاجه بقى اللي هو ايه، هنبتدي نعمل مصنع الشماعات اياها. انما حقيقه الامر ما لعبناش كويس. حقيقه الامر الماتشين ليسوا جيدين. يعني لما تيجي تقيم المدرب ده في الماتشين دول، كسب وكل حاجه. طب ما فيتوريا قبليه كان كسبان الثلاث ماتشات، ده هو ولا الماتشين اللي قبليه، هو سايب لك نص السكه وسافر. ايه الفرق؟ يعني مفيش حاجه اتقالت، مفيش حاجه معموله، مفيش شيء متغير، مفيش لعيب منور تحت قياده المدرب. ما اعرفش انا، يعني مش هقول ان انا خبير كوره، ولكن في النهايه يعني لا، محتاجين شغل كتير. انا هرد عليك بكلمه واحده: نهايتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وديل الزملكاوي عمره ما ينعدل لو علقوا فيه قالب. الكلام صح في موضوع، حتى موضوع محمد صلاح احنا بنستغرب لما بنسمع الكلام ده، بنستغرب. ما فيش الكلام ده، مش موجود خالص، ما حصلش ان هو حتى ان صلاح كان طالع وبعدين ما رضاش يطلع. الكلام ده ليه عايزين يعملوا ترندات على الفاضي؟ المجموعه الحمد لله لعيبه كلها روح فوق معانا تجيبها كمويه. واسماعيل عارف حته اللمه بتاعتنا اللي كانت موجوده طبعا في 90 موجوده، بقول لك باكد عليها. وانا لما يكون في حاجه مش مظبوطه انا بطلع بتكلم. الحمد لله اللعيبه كلها روح عاليه جدا. محمد صلاح بعقليته عاليه جدا، محترم، بيلامم اللعيبه حواليه، معانا بنعتبره فرد معانا في جهازنا حسام، لان عنده خبرات وعنده رؤيه وحافظ مجموعه اللعيبه اللي موجوده وحافظ شخصياتهم. كان في حاجات بنتناقش فيها وهو متعاون جدا. وحتى لما زي ما انت قلت يا مهيب، لما كان حسام بيفكر يغير، كان في تعرض محمد صلاح بعد الهدف كمان لخبط ضرب بصوره صعبه قوي. كان حسام بيفكر ان هو ممكن يريحها عشان ما يبقاش فيه حته بقى ينزل. كان ناصر وكان مصطفى فتحي، فحسام بيشاور انت كويس، قال له كويس. فخلاص الفكر بيغير بسرعه. خلاص يا كابتن ابراهيم، احنا هنعمل نفسنا من بنها وهنصدق الفيلم الهندي ده. وانا اعمل ايه من بنها؟ انا اساسا من بنها. كويسه قوي، بس من كتر ما هم اصلا مؤدبين فانت بتفتكر ان ده العادي. لا، مش ده العادي. كل التحيه لمصطفى فتحي لانه راجل مؤدب، لان مش سهل على لعيب الكوره في سفريه في افريقيا وسفر وان انا المدرب يسخني ويناديني ويجهزني وبعد كده يغير رايه ويقعدني تاني ويوقفني على الخط ان انا نازل ويقعدني تاني. يعني ايه؟ انت ممكن تسخن وتقعد عادي، دي بتحصل، انما تتجهز ان انت تنزل. انا بقول لكم الحمد لله ان ده مصطفى فتحي. تاني الحمد لله ان ده مصطفى فتحي، الولد المؤدب المحترم اللي عمري انا راجل دربته يعني فتره وعارف عمره ما بيبدي اعتراض، ولا مؤدب جدا محترم جدا. مصطفى لازم كل التحيه لمصطفى. وتاني انا بقول الحمد لله لمصطفى فتحي، انه مصطفى فتحي، لان ممكن لو لعيب تاني حتى لو هو لعيب سلوكه كويس وبتاع، الموقف نفسه ممكن يطلع اي حد بره شعور. يا عم تصلي على النبي، انت فاكر كل الناس ميدو كل مره تلاني كده واحسن بس من بقه؟ ولا طلب منه حاجه لا سمح الله سيكو سيكو الراجل طلعها عشان يبقى كده عادي يحمد ربنا انه ضمه المنتخب اساسا. وفي الوقت ده كان محمد كان عامل ضغط على فرقه غينيا، كان في ضغط عليهم ووصل لجون كتير وجاب جون طبعا، وكان قريب ان يجيب الجون الثاني. فالتفكير سريع، المدرب الذكي اللي هو بيفكر بسرعه، مش لازم ان انا اخد قرار ان انا في اللحظه ديت. حسيت بعد كده بشم ان في الجو العام ان ممكن وجوده عامل خطوره وعامل مخوف الديفنس اللي موجود ومدي ثقه للعيبه زمايله. فدي كلها حسابات سريعه. النقطه اللي انا كمان اللي ما حدش واخد باله منها، ما فيش مع احترامي اني مدرب هو مدير فني اجنبي بقى مصري عربي
مخه شغال في الملعب على طول اول باول، مش واحد بيحصل لما يكون موقف مش كويس في مثلا دخل جون مهزوم بتفكيرك بيتشل. لا، حسام شغال عمال يطور في وانت وهو الماتش شغال بينقل في تغييرات داخليه جوه التشكيل، وفي تغييرات من بره ان يدخل حد ثاني مكان حد. فدي كلها محدش واخد باله منها، ان يلعب زيزو الجناح، وان الماتش الاولاني برضه يلعب تريزيجيه، والماتش الثاني برضه كان تريزيجيه. انا قصدي للناس عشان ما شاء الله كابتن ابراهيم بيقول انبهارات، قال لك النهارده انه لاعب تريزيجيه، ده حاجه غريب، كانش بيلعب تريزيجيه قبل حسام حسن، هو اللي اكتشفه. كتر الافوره بيجيب له ورا ويخليك يعني راجع شبه سعيد. انما هذا المنتخب لا شكل له، لا خطة له، لا تقدير له. يعني مثلا احنا بنكتشف اللعيبة باللعب، يعني هو نزل لعيب وطلعه في نفس الثانية. في لعيب اسمه ناصر ماهر، ده لو الراجل ده كان نزل 10 دقايق قبل الحكاية كانت الدنيا اتغيرت كلها. دور المدرب كما اعرفه ان هو يبقى عارف. بص الراجل هي كورته 6 واقفين بيتفرجوا على العصافير، 6 واقفين بيتفرجوا على الجو. هذا هو عمله، هذا هو دوره، هذه هي الكوره. عايزه تتعادل، الناس عايزه ترجع متعادله. مدرب المنتخب بتاعنا لازم يعرف لعيبته، لازم يعرف امكانياتهم، لازم يعرف مين بيلعب فين. انا لما بسمع المحللين يقول لك ايه، لا هو غير الطريقه، لا هو غير الطريقه تاني، لا هو غير الطريقه تالت. هو في ايه يا جماعه؟ ايه الحكايه يا ابني؟ وانت حسام حسن يعني عمل لك حاجه وانت صغير قال لك تعالى مش خاف منك حاجه؟ في ايه؟ بتتعامل معاه كده ليه؟ عشان نوضح للناس يا كابتن ابراهيم، الكابتن حسام سأل صلاح انت هتكمل ولا مش هتكمل، قادر تكمل ولا مش قادر؟ ده اعتقد دي حركه كان ممكن حسام بص له او ثانيه او قال له تمام في ثانيه. الكلام ده ما بياخدش وقت كبير. انما حته لو كان هيبقى في تغيير كان هيبقى في تغيير، وصلاح كان طالع مبسوط وكان هيطلع ما فيش اي حاجه. النقطه دي مش موجوده نهائي. ونفسيا كان المجموعه زي ما بقول لك الجو العام في تناغم كبير جدا موجود ما بين حسام وبين اللعيبه بشكل فوق عادي. احنا ملهومين في المطار بعد ما وصلنا كلنا اتلمينا، اللعيبه اتلمت حوالين انا وحسام واتكلمنا وطلبنا من الماتشات اللي جايه ربنا يوفقهم ويكرمهم مع الانديه بتاعتهم ويحافظوا على نفسهم، وان ان شاء الله نحافظ على المجموعه دي، ما ننقصش، نزيد بس ما ننقصش الكلام ده. واللعيبه ماشيه مبسوطه والدنيا كانت كويسه جدا. وبعد المباراه في اوضه اللبس كانت المعنويات عاليه جدا، وعارفين الماتش كان صعب، وعارفين ان كان ممكن كان وارد جدا ان الكره اللي تقف معانا مش عايزه تخش ولا حاجه، كان ممكن تطلع مغلوب، وفي نفس الوقت كان ممكن تجيب جون واثنين وتطلع. ما خلاص يا كابتن ابراهيم بقى، ما خلاص بقى كابتن ابراهيم، وجع قلب بقى. ما كانوش ماتشين قدام اوغندا ولا تنزانيا ولا بنزانيا ولا اسمها غينيا ونقعه تانيه بوركينا فاسو. ما توجعش قلبنا، ده بوركينا شخ ومش بوركينا فاسو. انزل يا زميل، انت يا زميل اتاكد انك مدينا لايك متين فيديو، لايك متين فيديو، وشايف قناه كان فايل الكل عارف كل مكان، لايكات ولا بنشوف عايز سماك ايه. بالشكل ده؟ لا خالص. اللعيبه يا جماعه بيوصلوا لمراحل انه خلاص هو انا كده. لو ما كانش المدرب يعرفوا يعني ايه طعم الفوز. انا مش عايز اقارن بحاجات صعبه، يعني مش عايز اقول لك انه ازاي بعد الرابع عايزين الخامس، عايزين السادس، عايزين الحاجات دي كلها. مفيش كلام من ده خالص. انت خلاص تعادلت، وقفت الكرة تحت رجلك. المدرب منزل لعيبه عشان توقف الكرة تحت رجليه، منزل لعيبه في الدقيقه 90 مكان لعيب هو كان مغير مكان لعيب تاني. انت ما تعرفش اللعيبه بتاعتك يا كابتن حسام. كابتن حسام النهارده على فكره الوقفه مش مع اللعيبه، يعني في النهايه اللعيبه لم تبذل مجهود والاخر وكل هذا الامر وتعبانه، واصله اخر الموسم، وابتدينا بقى نقول كلام ان احنا هنوقف الدوري، عايزين نلغي الدوري علشان المنتخب يتفرغ لايه؟ لغينيا بيساو؟ الماتش الجاي مع اثيوبيا نتفرغ لاثيوبيا؟ يا ابني ما احنا قابلين مع الاخ كابوريا، لا كسبنا كامفيردي ولا كسبنا اوغندا ولا غانا ولا كسبنا كونغو ولا كسبنا اي حاجه.
يا عم هو منتخب مصر ده بطل كاس العالم، راجل جاي ماسك حاجه كهنه بيعمل منها حاجه، ارحمنا بقى. قال المنتخب واللعيبه دي ومش شايفين غير جمهور مصر، ومش شايفين ان احنا الهدف بتاعنا كاس عالم وكاس اللي جاي. طيب. مش شايفين حاجه، اي حد يتكلم في حاجه ثانيه مش شايفينها. كابتن ابراهيم، اتفاجئت بمستوى ناصر ماهر الفتره اللي لعبها في مباراه غينيا؟ ما تفاجئناش، بدليل ان هو موجود في المنتخب. اي لعيب موجود في المنتخب لعيب مهم ومش مفاجاه، لان انت عشان تبقى موجود في 25 او 26 في قائمه المنتخب تبقى لعيب مهم واساسي. واسال كده من ورانا كده، اسال لعيب، اللعيبه نفسها قالت لنا، حتى بنتكلم في ورا الكواليس كده، بنتكلم في عادات معاهم بهدوء، يقول لك كابتن احنا بنحس ان احنا ال 26 كلنا، الكابتن حسام بيحسسهم ان كلهم اساسيين وكلهم هيلعبوا. عشان كده حتى الروح اللي بتطلع، الثلاث لعيبه اللي بيطلعوا بره السكور بره 23، تعال اتفرج على الروح عامله ازاي. يعني مثلا مهدي لما طلع ولا بيكهام ولا الشامي، حاجه فوق معاك يجيبك فرحانين. يا كابتن احنا في قلبنا احنا اللي عايزين نكسب، احنا مش مهم يا كابتن، ان شاء الله زمايلنا هم اللي يشيلوا واحنا نشيل بعد كده، وهنيجي ولينا وقت وهنشيل. بس يا كابتن رمش هيدمها هتفر من عيني، هيدمها هتفر من عيني. لعيبه برايت لبعض بالدم في المعسكر ولا لسه؟ ايه ده؟ وقعدوا يسمعوا نت يسرى حب، خلي الناس تحب. يا عم كفايه افوره. احمد قندوسي اللي جه النادي الاهلي السنه اللي فاتت وقدم مستوى لا باس به، وفضل النادي الاهلي انه يطلعه اعاره، واختاروا سيراميكا كليوباترا، ومقدم موسم رائع، وكل التوقعات كانت بتشير انه راجع. لكن حتى هذه اللحظه النادي الاهلي قال له اصبر شويه عشان نحسم عودتك هتبقى من بدايه الموسم اللي جاي ولا لا. اللعيب قال لا، الوقت مش في صالحي، لانه الموسم في مصر بينتهي منتصف اغسطس، هيكون عندي صعوبه ان انا الاقي فرصه تانية. قالوا له طب ما سيراميكا كويسين وانت مبسوط هناك، وهم الناس ممكن يجددوا معاك وكده. هو لسه القصه بالنسبه له مش باينه يعني، لانه كولر بيقول لك انا عايز اللعيبه اللي هتبقى اساسيه، وكولر هو اللي طلب مهله من الوقت عشان ياكد اذا كان هيبقى موجود ولا مش موجود، لانه هنا عندك مشكله في عدد اللاعبين الاجانب اللي هم 5. ترددت انباء انه احتمال يزيدوا 6 واحتمال يزيدوا 7، وانا بنفي لك هذه الانباء جمله وتفصيلا، ونسمع اكتر من الاستاذ خالد درندلي يمكن يكون في. واضح النهارده ان كولر ما عندوش قناعات بالقندوسي، وواضح ان في جماعه على كده. كلام النهارده بيتقال ان الراجل مش عايز خالد عبد الفتاح ولا كريستو ولا كهربا ولا متولي ولا مودست ولا القندوسي، وما عندوش مانع في ترك بيرسي تاو ومعلول ومنعم وديانج والشناوي لو في بدايل ليهم، والراجل مانع اهتمام الحديث رحيل مروان عطيه وامام عاشور ورضا سليم. لا تبقى معايا في اول الفيديو لقيتنا فانت برنس البرانيس المستبرته فاستا سنسه. انت تاكد ان مدينا لايك، ما الفيديو مش في القناه، ما جالس كل شيء في المكان، واستنونا نهني فيديوهات كتير. ضرب نار. سلام.